السجون بعالمنا العربي مرعبة، سجون تصممت للذل وتكسر الإنسان. من سجن أبو غريب بالعراق لسجن أبو زعبل بمصر، وبالفترة الأخيرة الكل سمع عن سجن صيدنايا بسوريا والإجرام اللي كان يصير فيه. ناس ماتت من التعذيب وتنكر بجثمانها، وناس طلعت تحكي لتفضح شوي من جحيم ما بينحكى عنه. شاب ولاعب كمال أجسام وناط عطش. من زمان، من وقت ما كانت المجتمعات بسيطة والسجون قليلة، كان الهدف من السجن هو تهذيب الإنسان، إصلاحه، مو تعذيبه ولا دفنه جوات زنزانة للأبد. بس شوي شوي تغير، صاروا يتفننوا بالسجون ويخترعوا وسائل تعذيب مختلفة. صار السجن عقاب، وبعدها صار انتقام، وبعدها صار اختفاء. واليوم يا صديقي لو كتبت على جوجل شو هو أغرب سجن بالعالم، رح يطلع لك سجن قارة بالمغرب. مرحبا فيكم، نحن هون بمدينة مكناس وعنا أغرب سجن بالعالم، سجن قارة. وصلت هلأ على مدينة مكناس، هي المدينة الحلوة والرائعة والجميلة، وراي اللي هي المدينة القديمة المحاطة بسور عالي، وهدول البوابات الحلوين المزخرفين على الطراز المغربي. اللي لاحظته بمدينة مكناس انه في عندهم مثل ساحة قريبة لحد ما، يعني سامعين الزمامير، قريبة لحد ما على ساحة جامع الفنا بمراكش، بس يعني حسيت هديك فيها ناس أكتر. جايين على مكناس لحتى نعرفكم على أغرب سجن بالعالم اللي هو سجن قارة. رح نعمل لفة صغيرة بالمدينة، والسجن هو ملاصق لسور المدينة، هو هداك. فخليكم معنا، اعطونا اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نبلش. شوفوا هي أقرب نقطة للسجن. تعالوا أحكي لكم تاريخيا شوي عن هذا السجن. اللي أسس هذا السجن هو المولى إسماعيل، حاكم مدينة مكناس قديما، ومعروف عن هذا الشخص بصلابته بالحكم والشدادة تبعيته. بفترة القرن ال18 قدر يأسر جالية أوروبية كبيرة، ومنهم كان في مهندس محترف اسمه قارة، أصله برتغالي. طلب منه تصميم هذا السجن، لكن الطلب كان غريب، أنا ما بدي أبواب للسجن. واللي كيميز هذا السجن هو أنه ما عندوش أبواب، كيحطوا السجين في واحد الحالة نفسية أنه كيقولوا ليه إلا لقيتي الباب خرج، ولكن لحد الآن تشي حد ما لقى الباب وتشي حد ما نجا من هذا السجن. يعني هن كانوا يوهموه انك انت باي لحظه من اللحظات بتقدر انك انت تنال الحريه، لكن لو لقيت المخرج، وهذا الشيء طبعا يعني كان شبه مستحيل. لكن السؤال الأقوى، كيف بيعطوا أكل للمساجين؟ ركزوا معي، بسطح السجن في فتحات بيرموا الأكل للمساجين من هنيك، لأنه ما كان في كونتاكت بين السجان والمساجين. السلطات المغربية ما بتسمح للزوار بدخول الكامل للسجن، بتخليهم يشوفوا مساحة بسيطة فقط. لكن بسنة 1993 قرر فريق استكشاف فرنسي دخول السجن واستكشاف أسراره. نزلوا من خلال واحدة من الفتحات القديمة، وبعد ساعات طويلة تعمقوا أكثر ودخلوا بمتاهات السجن أكثر وأكثر، واختفوا كلهم بهي المتاهات. ومن وقتها تسكرت الممرات بالكامل، وما عاد حدا تجرأ يقرب أو يحاول يستكشف داخل السجن. السجن بيحتوي أو بيسع على 40,000 شخص، فالسجن كتير كبير. ذبحنا قدام السجن وللأسف هو مسدود. علاش؟ حيث كاين هو دابا في الترميم، شهرين ترميم، وعندهم قانون غريب، وقت اللي انت بيكون في شيء ضمن الترميم ممنوع انه يتصور، وقت اللي ما بيكون عم يترمم فيك تفوت وتصوره عادي. فحاولنا نفوت نحاكيهم، مستحيل. فللأسف يعني بزيارات تانية، بس يعني كشكل هو هذا شكله من برا. لهون بتكون خلصت تغطيتنا لأغرب سجن بالعالم اللي هو وراي سجن مكناس. بصراحة غريب جدا، طريقة تفكيره المهندس اللي سواه جدا مؤذية للنفسية، فالله يجيرنا. طبعا هو السجن سجن، حتى لو كان مرفه
هو بالنهاية سجن، مجرد أثر حرية الواحد تعتبر سجن حتى لو كان فخم. بس بصراحة طريقة بناء هذا السجن ملفتة كتير، وهي اللي خلتني اني اجي وغطي لكم اياه على طريقتنا. لهون بتكون خلصت تغطيتنا للفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة ليصلكم اشعار عند رفع الفيديوهات القادمة. بشوفكم من بلدان تانية، سلام.